في هذا المقطع راح ننشئ حساب كريستيانو على تيك توك وراح ننشر فيه مقاطع، راح نشوف بعد مرور اسبوع كم راح يجيب لنا اشتراكات ومعجبين. بدون ما نطول عليكم خلينا نبدا بالانشاء الحساب. 2000 years later. اول شيء لازم اكتب اسم الحساب. اسم الحساب راح يكون كريستيانو رونالدو. اوكي. الخطوة اللي بعدها هي كتابة بايو الحساب. وصف الحساب راح يكون كريستيانو عمك. والخطوة اللي بعدها هو عمل صورة حساب. اوكي، تم انشاء الحساب. والان بعد ما انتهينا من عمل حساب حان الوقت ان نعمل مقاطع وننشرها عليه. اول شيء لازم نذهب باليوتيوب ونبحث، نكتب عن اقوى اهداف كريستيانو رونالدو. لقد وجدته. والان لازم ابحث عن المقطع المناسب واعود لكم. 2000 years later. واخيرا بعد البحث نصف ساعة وجدت المقطع المناسب. الان حان وقت مشاهدة المقطع. سوف احذف الموسيقى علشان حقوق الطبع والنشر، واحذفها فقط من مقطع اليوتيوب. عندما انشر المقطع في التيك توك سوف يكون بالموسيقى. سوف اعطيكم ثانيتين تسمعوا فيها موسيقى المقطع. شبانو واتشيتي بوفون فسخها مرة ثانية، كرة من كارفاخال. المهم اعطيتكم فكرة عن المقطع. الان حان الوقت نشر المقطع. اوكي، الان سوف انشر المقطع. والآن بعد نشر المقطع كريستيانو رونالدو حان الوقت أن نتابع فانزات كريستيانو رونالدو. لماذا نتابع فانزات كريستيانو رونالدو؟ عشان يسعد الحساب ونجيب مشاهدات أكثر. في بنات في فانزات كريستيانو رونالدو. كل مرة بعرف في فانزات كريستيانو رونالدو بنات. اوكي، سوف نعود بعد 24 ساعة من نشر المقطع. الآن بعد مرور 24 ساعة الآن حان الوقت أن نشاهد المقطع كم جاب مشاهدات واعجابات. وحصل المقطع على 67 لايك وواحد تعليق و2200 مشاهده. زياده على كل هذا حصلت القناه 42 متابع. والان حان الوقت البحث عن المقطع الثاني. بعد البحث 4 ساعات عن فكره مقطع ثاني، واخيرا وجدت الفكره التي سوف تفجر السوشيال ميديا. بدون ما احرق عليكم راح اخليكم تشوفوا فكره المقطع الثاني. والان حان الوقت مشاهده المقطع الثاني. آسف، سوف أغير موسيقى المقطع اليوتيوب علشان حقوق الطبع والنشر. سوف أخليكم 5 ثواني في المقطع الآخر لكي تستطيعون فهم ما هو نوع موسيقى الفيديو. أوكي، الآن حان وقت نشر المقطع الثاني بعد 24 ساعة من نشر المقطع. الآن بعد مرور 24 ساعة على المقطع الثاني، الآن لازم نشوف كم جابنا المقطع مشاهدات وإعجابات واشتراكات وغير وغير وغير. أشوف وكم مشتركين زيادة وكم مشتركين. حصل المقطع الثاني على 1500 مشاهدة و16 لايك و0 تعليق، وأصبح عدد مشتركين 87 مشترك. أوكي، الآن حان وقت متابعة فانزات كريستيانو رونالدو عشان يسعد الحساب. جاد ديم، زدنا متابع واحد. أوكي، بدون تأخير خلينا نتابع فانزات كريستيانو رونالدو بسرعة. بعد مرور 3 أيام من نشر المقطع الأخير. وأخيرا نعود لمواصلة سلسلة كريستيانو رونالدو بعد مرور 3 أيام من المقطع الأخير. إيش كنت تسوي في تلك 3 أيام؟ كان عندي ظروف أوكي، الآن حان وقت إنشاء المقطع الثالث. فكرة مقطعنا الثالث راح تكون شوية متغيرة على أفكار المقاطع التي كانت قبل. راح نعمل موضوع جديد لكي يجذب المشاهدين والإعجابات وغيرها. بدون ما نطول عليكم راح أخليكم تشاهدوا المقطع. كريستيانو رونالدو صرخ على جماهيره لأنه خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 اكتشف مجموعة من المشجعين مكان فندق رونالدو وقرروا الانتظار بالخارج. بعد وصول رونالدو إلى الفندق بدأ جميع المشجعين في الصراخ والتوسل إليه للحصول على توقيع، ومع ذلك تجاوز أحد المشجعين الأمر وفقد رونالدو أعصابه تماما. لذا إذا كنت ترى أن رونالدو فعل الشيء الصحيح ضع لايك واشترك. لكي يكون في علمكم المقطع مأخوذ من اليوتيوب، لست أنا من أنشأ المقطع. أوكي، الآن سوف نعود بعد 24 ساعة من نشر المقطع. حصل المقطع على 5400 مشاهدة و15 لايك وتعليق واحد، وأصبح عدد مشاركين 379. وأخيرا بعد مرور أسبوع راح يكون هذا آخر مقطع راح ننزله في قناة كريستيانو رونالدو. بدون ما نطول عليكم سوف نقوم بنشر المقطع الرابع. المقطع الرابع سوف يكون عبارة عن
أعطيتكم فقط 5 ثواني تسمعوا فيها الموسيقى عشان حقوق الطبع والنشر. اوكي، سوف نعود بعد 24 ساعة من نشر المقطع الرابع. حصل المقطع على 1100 مشاهدة و10 لايكات و0 تعليق، وأصبح عدد المشتركين 655. صراحة لم أتوقع أن القناة سوف تحقق نجاح كبير في خلال 7 أيام، بحيث حصدت القناة 743 متابع و126 تسجيل إعجاب، بحيث وصلني في التيك توك عدد الرسائل الخاص بالمئات. سوف أقرأ لكم بعض الرسائل التي وصلتني. أول رسالة جاتنا من عامو 110. رسالة عبارة عن مشاركة مقاطع وكتابة ألفاظ. لا تقسوا عليهم يا مدريد، لايك. وثاني رسالة جاتني من مجد فهد، رسالة عبارة عن شخص يلوح فقط، والرسائل الأخرى عبارة عن أشخاص يشاركون مقاطع. قد يكون المقطع انتهى هنا بعد مرور 7 أيام و4 أيام من المونتاج. المقطع استغرق معي 10 أيام. أتمنى أن تدعموا هذا المقطع أكثر شيء. سووا لايك، اشتراك، مشاركة المقطع، لأن المقطع تعبت عليه. أكثر مقطع في القناة تعبت عليه، أكثر مقطع. أتمنى من كل شخص يسوي لايك، اشتراك، وتفعيل جرس الإشعارات. وإذا وصلوا إلى نهاية المقطع، إذا خاصكم تكملوا هذه السلسلة، كملوا بنفس القناة تاع قناة كريستيانو رونالدو، كملوا السلسلة، سووا لايك واشتراك، وصلوا المقطع إلى 100 لايك و1000 مشاهدة، وراح ننزل جزء ثاني من قناة كريستيانو رونالدو، وراح نطور هذه القناة ونخليها من أشهر قنوات كريستيانو رونالدو. أيوة، بدون ما نطول عليكم، باي. اللي كاين وصل مقطع 8 دقائق، هذا المقطع اللي كاين وصل للمقطع 8 دقائق. المهم كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ جيدين؟ أحوال جيدة. لا تنسى اللايك والاشتراك، اللايك والاشتراك. أوه، سيارات كثير، لغة عربية. وصل مقطع 8 دقائق ما زال. جو جميل، جو جميل. اوه يا حمامة، عندك حمامة. المقطع وصلت 8 دقائق. اوه سي وصلت المقطع 8 دقائق. بنطلع عليكم. ليتس جو.